بناتي، فيديو اليوم راح يكون جدا فيديو مميز ودافي جدا. حنقدم فيه 3 مشروبات شتوية من الممكن اي وحدة بالبيت او اي واحد بالبيت يقدر يسويها بسهولة تدفي الجسم. ومثل ما تشوفون احنا الجو هنا شتوي بامتياز، ثلج والجو قارس بشكل مو طبيعي، فلازم لنا اشياء تدفينا وحتى تعيد حيويتنا مرة ثانية حتى نشتغل ونبدع أكثر. هاي ال3 مشروبات هي مشروبات تقليدية موجودة بالشعوب العربية قديمة جدا، من الممكن بأنه هواية دول حتشوفون من هالمشروبات كانت موجودة فعلا عند أهلكم سابقا كانوا يستخدموها، لكن هسه حاليا رح نرجع نحييها من جديد حتى ندفي أجسامنا ونصير بصحة وعافية. يلا امشي خلينا نروح للفيديو. أول مشروب عندنا هو مشروب السحلب. هو مشروب متعارف عليه قديما بالدول العربية ولا زال إلى حد الآن يقدم بالمقاهي والكافيهات. طريقته جدا سهلة وبسيطة ومكوناته متوفرة تقريبا بكل بيت. المكونات عندنا حليب كامل الدسم، وعندنا الدارسين أو القرفة المطحونة، وعندنا السكر حسب الرغبة، والفستق الأخضر أو الفستق الحلبي همين حسب الرغبة، وعندنا المكون الأساسي اللي هو السحلب. السحلب إذا ما موجود نقدر نستبدله بالنشا، رح ينطينا تقريبا نفس النتيجة بنسبة 75%. الطعم شوية رح يتغير لكن نفس القيمة الغذائية ونفس الفوائد من الممكن واحد يستفاد من عند الجسم. ويلا امشي نروح نشوف طريقة العمل. بوعاء رح نخلي بما يعادل كوبين حليب، ورح نضيف فوقه السحلب اللي هو تقريبا ملعقتين أكل كبار، وحضيف اني همين ملعقة أكل شكر أو سكر للتحلية. راح نظل نقلب بيه على نار هادئة أو متوسطة إلى حد ما يصير قوامه غليظ أو بالسمك اللي انتو تحبون، ونقدمه في كوب مثل ما هسه انتو تلاحظون. راح نرش عليه رشة بسيطة من الدارسين المطحون أو القرفة المطحونة حتى ينطي الطعم السحلب الأصلي، وراح نرش فوقه همين الفستق الحلبي أو الفستق الأخضر المطحون حتى يكمل جماليته ويخلي طعمه أطيب. وهذا هو الشكل النهائي للسحلب. المشروب الثاني اللي حنقدمه اليوم هو مشروب الإينار أو الآينر. هذا المشروب متعارف عليه بالدول العربية وخصوصا دول بلاد الشام، يقدموا للضيافة في الليالي الشتوية. في لبنان يقدم فقط الدارسين ويا الماء المغلي والعسل أو السكر، أما في سوريا وفلسطين يقدموه كضيافة أثناء الضيوف اللي يجون يحمدون على السلامة للمرأة الوالدة جديد أو اللي عندها بيبي جديد، فيقدموا لها هذا المشروب كمشروب ترحيب. إلى طقوس وإلى عادات تختلف. يقدم الدارسين المغلي أو القرفة المغلية وهي مجموعة من المكسرات مثل ما هسه راح نشوفها. وهاي الطريقة أنا تعرفت عليها عن طريق صديقتي فلسطينية، أوجه لها تحية وأقولها مشتاقة لك هواية. ويلا نروح نشوف المكونات. مكونات المشروب جدا سهلة ومتوفرة تقريبا. عندنا الدارسين أو القرفة المطحونة، إذا حبيتوا يكونون عيدان عادي ماكو مشكلة، يعني عودين قرفة أو دارسين تكفي. وعندنا مجموعة مكسرات مثل البجوز أو عين الجمل، جوز الهند المبروش، وعندنا الفستق الأخضر الحلبي، سكر أكيد أو شكر، وعندنا أيضا ظرف من الشاي الاعتيادي اللي إحنا نشربه يوميا.
ويلا امشي نروح نحضر المقادير. بوعاء راح نخلي الدارسين المطحون اللي هو تقريبا ملعقتين او عودين قرفة، راح نضيف عليه كمية من الماء حسب رغبتنا، واخر شي راح نضيف عليه الشكر حسب ما احنا نشوف حالاته شلون تناسبنا، يعني بالضبط نخليه على حسب ما يناسبنا، وراح نخليه على نار متوسطة الى حد ما يبدي يغلي. بعدها راح نضيف له ظرف الشاي ونظل نقلب بيه الى حد ما يجانسون سوية. بهالاثناء احنا محضرين الكوب، وحنبدي نضيف المكسرات المطحونة على شكل طبقات. انا هسه ضفت الفستق الاخضر المطحون، وعندي هنا الطبقة الثانية حتكون جوز الهند المبروش، واخر طبقة اللي هي لب جوز او عين الجمل المبروش راح تكون هاي الطبقة الاخيرة من المكسرات. حجيب الدارسين المغلي واضيفه على المكسرات حتى ينطينا الشكل النهائي اللي انتو حتشوفوه هسه. اخر شي راح نضيف رشة من جوز الهند المبروش حتى تزيده غناء وينطيه شكل حلو. وصلنا لآخر مشروب ويانا، وهو شاي النعناع الأخضر بالليمون. هذا المشروب جدا منعش وبنفس الوقت بفوائد هواية، واحد يقدر يسويه بأي وقت وكلش سهل، ومكوناته متوفرة تقريبا بكل البيوت. ونجي هسه المكونات اللي هي النعناع الفريش الطازج، وعندنا شرايح الليمون، سكر أو شكر، وعندنا المي المغلي. وهسه يلا امشي نروح بطريقة التحضير. راح نبدي ناخذ النعناع ونخليه بداخل القوري مثل ما تشوفون، انا غاسلته وهو نظيف، وراح نبدي نخلي عليه المي الحار. الفكرة من الموضوع بانه احنا حنسوي شاي نعناع التقليدي اللي هو متعارف عليه بالمغرب، الشاي المغربي او الشاي المغربي. اللي يحب يضيف له اضافات مثل الليمون، مثلا شرائح الليمون يخليها وياه، هذا الشي يرجع لكم براحتكم، لكن احنا حنسوي الشاي النعناع الطبيعي. ورح نبدي هسه نضيف المي شوية شوية، لحد ما يوصل بهالصورة هاي مثل ما انتم تشوفون. وبعدين نسده وننتظر عليه تقريبا لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق لحد ما النعناع كله يذب المكونات مادة بداخل المي. وتلاحظون بأنه المي مات النعناع يصير لونه أخضر، مثل ما تلاحظون هسه هو بدأ يصير أخضر وبدأ لونه يصير بطريقة كلش حلوة. لكن ننتظر عليه بعد زيادة لحد ما يصير لونه أحلى ونرجع وراويكم النتيجة. راح اخذ اني السكر واضيفه بداخل الكوب. انا احب يعني الشاي مالتي حلو يكون. وهنا هم اختياري، انا احب اضيف الليمون يعني باثناء ما اصب الشاي. وراح ابدي شوي شوية صب الشاي. تلاحظون هذا لونه وهذا الشكل النهائي له. واخيرا اذا عجبكم هذا الفيديو لا تبخلون عليه باللايك والشير، خلي تعم الفائدة على الجميع. واذا بعدكم مشتركين بالقناة وهاي اول مرة تزورونا، اتشرف بمعرفتكم واتشرف بوجودكم بقناتنا، ويا ريت تشتركون جوا القناة وتفعلون الجرس الاشعارات حتى توصلكم كل شيء جديد بالقناة. شكرا لمتابعتكم من جديد، ومع الف
ألف سلامة.